حل مناقشة إسلامية الصف الخامس ابتدائي صفحة 11. أولاً، اذكر آية قرآنية تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خلق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خلق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خلق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ثانياً، هل يستحق غير الله العبادة ولماذا؟ الجواب: كلا. الخضوع والتذلل لله وحده وليس لأحد من الخلق. كلا، الخضوع والتذلل لله وحده وليس لأحد من الخلق. ثالثاً، على ماذا تدل كلمة الخالق؟ الجواب: إن الله هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم. إن الله هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم. رابعاً، ما معنى كلمة وكيل؟ الجواب: إن الأمور كلها بيده فهو الذي يسر هذا العالم. إن الأمور كلها بيده فهو الذي يسر هذا العالم. خامساً، هل يجوز السجود لغير الله؟ كلا، لا يجوز. الجواب: كلا، لا يجوز. سادساً، ما معنى كلمة الرب؟ الجواب: هو المربي الذي ربانا بتعليمه وأنشأنا بنعمته. هو المربي الذي ربانا بتعليمه وأنشأنا بنعمته. أولاً، اذكر آية قرآنية تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خلق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خلق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خلق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ثانياً، هل يستحق غير الله العبادة ولماذا؟ الجواب: كلا. الخضوع والتذلل لله وحده وليس لأحد من الخلق. كلا، الخضوع والتذلل لله وحده وليس لأحد من الخلق. ثالثاً، على ماذا تدل كلمة الخالق؟ الجواب: إن الله هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم. إن الله هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم. رابعاً، ما معنى كلمة وكيل؟ الجواب: إن الأمور كلها بيده فهو الذي يسر هذا العالم. إن الأمور كلها بيده فهو الذي يسر هذا العالم. خامساً، هل يجوز السجود لغير الله؟ كلا، لا يجوز. الجواب: كلا، لا يجوز. سادساً، ما معنى كلمة الرب؟ الجواب: هو المربي الذي ربانا بتعليمه وأنشأنا بنعمته. هو المربي الذي ربانا بتعليمه وأنشأنا بنعمته.